هل تربية الفراخ البيضة في البيت فيها مكسب؟ المشروع ده حقيقي فيه ربح؟ لو أنا حابب إن أنا أبدأ المشروع ده، هل فعلا هقدر آكل لقمة عيش من ورا تربية الفراخ البيضة في المنزل؟ ولو هو مشروع مربح، إيه الحاجات اللي أنا أحتاجها عشان أبدأ مشروعي؟ مواصفات المكان، أبدأ بعدد قد إيه النصايح المهمة عشان المشروع ده ينجح معايا؟ المكسب هيبقى كام؟ بالنسبة للتربية حاليا في فصل الصيف، هل أوقف تربية في الوقت الحالي الكام شهر اللي الحرارة فيهم دول هتكون عالية؟ طب لو حبيت ان انا اربي في فصل الصيف ما عنديش مكان مجهز، هل في حلول للحرارة العالية؟ هل في طريقة اقدر ان انا اهدي بيها الحرارة على الفراخ؟ طيب لو هوقف تربية، هل في بديل عن الفراخ البيضة؟ نوع فراخ تاني اقدر ان انا اربيه واكسب منه؟ دي اغلب الاسئلة اللي بتجيني من المتابعين. هرد على الاسئلة دي كلها في الفيديو بتاع النهاردة، وهقول لكم كمان على مكسبي من 100 فرخة ابيض. هقول لكم اتكلفت قد ايه طول الدورة، وبعت بكام، وكسبت قد ايه، وعدد النفع اللي عندي كان قد ايه. يا ريت بس الناس اللي هي بتتابعني من على الفيسبوك، لو انت بتسمع المقطع الصغير من الفيديو ده ليه باقي، عشان ما تسألش فين باقي الفيديو باقي الفيديو موجود على الصفحة، او هيكون مكتوب تحت الفيديو كلمة مشاهدة الفيديو. اضغط على كلمة مشاهدة الفيديو وكمل باقي الفيديو. قبل ما أبدأ الفيديو حابة أرحب بكل المتابعين الموجودين عندي على القناة، الناس اللي لسه منضمية للقناة جديد، والناس اللي هي موجودة معايا على القناة من الأول. الناس اللي هي بتتابعني لسه لأول مرة، يشرفني وجودكم معايا في القناة. يا ريت نعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من طيور نورة. نبدأ على بركة الله ونسمي الله ونقول بسم الله ما شاء الله. أول حاجة هنبدأ بيها إذا كان المشروع ده فيه مكسب ولا لأ، أو فيه أرباح كويسة أقدر إن أنا أعتمد عليها ولا لأ. لو أي ست أو أي راجل حابين إن هما يبدأوا المشروع وعندهم مكان يقدروا إن هما يستغلوه ويقدروا إن هما يطلعوا منه مكسب. بالنسبة للمكسب، دول كانوا 100 فرخة عندي أبيض. الدورة دي أنا بعتها ب18,000. استهلكت قد إيه علف وأدوية؟ سعر الكتكوت استهلكت 13,500. يعني مكسبي من الدورة دي كان 4,500 في خلال 40 يوم. كان عندي نافق بسبب الحرارة العالية. كان عندي نافق في 7 فرخات، فماتوا مني 3 كتاكيت في بداية في العمر الصغير، وماتوا مني 4 فرخات كبار بسبب موجة الحر اللي هي جت دي في الآخر. حصل عندهم احتباس حراري وماتوا. يعني كان في نافق 7 فرخات. هو المفروض ان النافق في اي دورة يكون 5%، بس بسبب الحرارة العالية هو زاد عن 5% شوية. نقول الحمد لله، احنا بنربي ارواح ومعرضين في اي وقت ان تحصل عندنا حاجة زي كده. المهم ان الحمد لله كان في مكسب. طب هو المكسب ده ممكن يكون اكبر من كده، ممكن يكون اكبر من كده. يعني مثلا ال4 فرخات اللي ماتوا عندي في العمر الكبير، الفرخة وزنها كان 2 وربع و2 ونص. يعني احنا لو حسبنا ال4 فرخات دول وضفنا سعرهم على المكسب، اكيد المكسب هيكون زيادة. ده غير كمان ان الدورة دي طلعت في 40 يوم، 42 يوم كمان. طبعا الدورة لو كانت في الشتاء او كان انا عندي مكان مجهز افضل من كده، كان الاوزان اللي انا كنت هطلعها في 40 يوم تطلع عندي في 32 و35 يوم. فبالتالي المكسب كان هيكون في مدة اقل. طيب لو انا هبدأ المشروع، ايه المواصفات اللي انا احتاجها في المكان اللي هربي فيه؟ اعمل ايه؟ ابدأ ازاي؟ ابدأ بعدد كام؟ اول حاجة المكان، ده اهم حاجة في الموضوع. المكان لازم يكون مكان فيه تهوية. ما ينفعش ان انا اروح اربي فراخ بيضة او حتى اي فراخ تاني في مكان مكتوم، مكان ما فيهوش تهوية. لان في بعض الناس بتقول ان انا عندي مكان متقفل كله كامل، هل ينفع ان انا اربي فيه فراخ؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم أن يكون في مكان للتهوية. بعد كده اشوف مساحة المكان، اشوف مساحة المكان عندي قد ايه، وابتدي ان انا انزل عدد على قد المساحة اللي عندي. المتر في الشتاء بياخد 10 فرخات لحد عمر الذبح، بس عشان نعمل حسابنا ان في علفات وفي سقايات هيتحطوا في المكان، فاحنا نعمل حسابنا في متر وربع او متر ونص ل10 فرخات. في الصيف بقى هنقلل الكمية، هنخليها 8 فرخات. ده بالنسبة للمكان. نشوف بقى احنا هنحسب المكان اللي عندنا هياخد كام فرخ ونجيب. طب انزل عدد قد ايه؟ يفضل ان احنا في البداية ننزل عدد صغير نتعلم فيه. ما ينفعش عشان ابدا المشروع اروح اول ما ابدا اروح انزل مثلا 100 او 200 او 300 ولا حتى 50. انا بفضل ان انا ابدا الاول ب10 20 كتكوت اتعلم فيهم، اعرف الدنيا رايحة فين وماشية ازاي، وابتدي بعد كده ان انا كل شوية ازود في العدد. نصيحة بقى مهمة قبل ما تفكروا ان انتوا تنزلوا الكتاكيت، خد فكرة الاول في البداية. بلاش تروحي يا حبيبتي تنزلي الكتاكيت كده من غير ما تعرفي عنها اي حاجة،
وتواجهك مشاكل كتير وتحصل عندك اسهالات ويحصل عندك برد ومشاكل كتيرة، والفراخ عندك وزنها يتأخر والموضوع عندك يطلع بخسارة. لان في بعض الناس لما بتحصل معاها اول مرة تربي فيها الفراخ وتحس ان هي تعبت في الفراخ والموضوع ما جابش همه، فبتيأس بقى من الموضوع وتقول خلاص الموضوع ده مفيهوش مكسب ومش هربي تاني. وفي بعض الناس بيبقى عندها عزيمة وعندها اصرار، حتى لو هي جابت من اول مرة والموضوع ما نفعش معاها بتحاول وبتجرب مرة واتنين وتلاتة. فانا نصيحة مني اسمعوا دوروا شوفوا. الناس اللي هي ربت قبل كده مش خسارة ان انت تدخل وتسمع وتدور ازاي اعرف ان انا اربي الكتكوت ده وازاي اتعامل معاه، وبعد كده ابتدي ان انا اربيه. نيجي بقى عند السؤال التاني، اوقف تربية في الوقت الحالي في فصل الصيف ولا اربي؟ ولو وقفت التربية هربي ايه تاني غير الفرخ الابيض ينفع يستحمل معايا الحر؟ ولو هربي هعمل ايه في مكان التربية بحيث ان الفراخ عندي تتحمل درجة الحرارة؟ مبدئيا كده المفروض عشان نربي في الوقت الحالي وفي موجة الحر اللي بتروح وبتيجي عندنا دي العالية، المفروض ان يكون عندنا مكان مجهز، يعني مكان يكون معمول ليه عزل للسقف، معمول فيه عزل للحيطان، في شفاطات، في خلية تبريد. ده يكون الافضل لاي حد بيربي فراخ تسمين. طيب هفترض ان انا ما عنديش مكان مجهز، عندي مكان ممكن يكون فيه مواصفاته كويسة تساعد ان انا اربي. طب ايه هي المواصفات دي؟ يعني يكون المكان مثلا في دور ارضي، وطبعا الافضل ان يكون السقف خشب لان الخشب بيبقى حنين مش بيسخن مع الحرارة العالية. او لو هو سقف مثلا معمول بالمسلح بس في دور تاني مبني من فوق الدور اللي انا بربي فيه، ده هيكون افضل. اعمل ايه بقى مع الفراخ اثناء موجة الحرارة او اثناء الحرارة العالية؟ في فيديو انا منزلها هنا على القناة من كام يوم، في حرفيا كل الحاجات اللي انت هتحتاجها بالنسبة للأدوية وتتصرف ازاي مع الفراخ أثناء الحرارة العالية. الفيديو ده موجود، أنا هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. طيب أنا قررت إن أنا أوقف تربية الأبيض وهدور على حاجة تانية أربيها خلال الكام شهر اللي الحرارة فيهم بتكون عالية. أربي إيه؟ ممكن إن إحنا نربي البط وممكن إن إحنا نربي الفراخ البلدي، بس برضه هنبقى محتاجين مكان يكون رطب بعض الشيء. ما ينفعش يبقى عندي مكان فوق السطوح، مكان فيه معرض للشمس طول النهار والشمس فيه سخنة في موجة زي موجة الحر اللي جات اليومين دول. فشي طبيعي ان كان بط ان كان فراخ بلدي هتموت في الحرارة العالية، لانك هتربي كتاكيت مش هتربي فراخ كبيرة بتبيض هتتحمل معاك الحرارة العالية. فبرضه يكون عندي مكان كويس حنين اقدر ان انا اربي فيه، الحرارة فيه ما تكونش عالية قوي، الشمس ما بتخبطش فيه طول النهار عشان اربي فيه مثلا اذا كان بط او فراخ بلدي. حاجة كمان يكون تبقى عارف ان انت تسوق الحاجة دي، لان تسويق البلدي والبط مش زي تسويق الابيض. الابيض ده معروف كل الناس بتشتريه، المحل ممكن تدي المحل ممكن تدي جارك، انما البلدي لازم تكون هتتعامل مع تاجر او تكون عارف ناس هتيجي تاخد منك الفراخ. لو هتدي التاجر محتاج كمية، يعني مش اقل من 5000 كتكوت هيجي ياخدهم منك. انما انا لو هربي 1000 او 2000 فالتاجر بقى مش هيتعب نفسه يجي ياخد مننا العدد القليل ده. محتاجين ان انت نكون عارفين البياع السريحة اللي بيسرح بالفراخ وتتفق معاه ان هو ياخد منك الفراخ. كمان ما ينفعش نربي اقل من 1000 لان مكسب الكتكوت البلدي مكسب ضعيف، يعني هتخرج في الكتكوت من 2 ل3 جنيه، فعشان اخرج لي 3 4 تلاف مكسب مثلا في خلال 20 أو 25 يوم، فانا كده محتاجة ان انا اربي لي 1000 كتكوت او 1000 بطة. وكمان ما ينفعش ان انا اعتمد في بيع الاهالي، لان الفراخ البلدي مع بيع الاهالي والبط ده موضوع هيبقى ممل شوية، حتى لو بعنا عدد يعني مش هنقدر ان احنا نبيع الكمية كلها. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا اي حاجة. يا ريت بقى متنسوش تشجعوني بلايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس. واللي عنده اي سؤال او عنده اي استفسار في موضوع حابين ان انا اتكلم فيه يا ريت تكتبوا ده في التعليقات. ولو ما عندكوش اي سؤال صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.